فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك كبار. ويا لهذه المعركة العربية الآسيوية الإفريقية العالمية. نعم أيها الأحبة في كل مكان في الوطن العربي، يا من تتابعون وتشاهدون عبر SSC وتريدوا أن تستمتعوا في هذا اليوم، سيطلق الحكم الفرنسي توربان كليمان الصافرة بعد لحظات الهلال الذي يريد أن يحقق مجدا جديدا على مستوى الأندية السعودية في المونديال، يريد أن يصبح ثالث العالم خلف بالميراس وتشيلسي. تشيلسي الإنجليزي الذي أذاقه الهلال الويل في السيمي فاينل، أتعب بطل أوروبا وقدم ألوانا من المتعة والإبداع والإمتاع والتكتيك، مما دعا وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية للإشادة بالعملاق السعودي الكبير. الأهلي الكبير الآخر اللي جاي مباراة اليوم بعد فوز على مونتينير المكسيكي في البداية 1-0 لمصلحة الأهلي المصري، خطيرة وكرة ملعوبة من العويس في أول مشاركة له مع الهلال. كذلك أحمد عبد القادر لعلي معلول، خطيرة خطيرة خطيرة، والمحاولة لا تزال إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة ملعوبة الآن، وكرة إلى معلول، عرضية أهلاوي، اللمسة موجودة، سعود عبد الحميد خلصها، سعود عبد الحميد، وحكم اللقاء إلى ماذا يشير؟ إلى وجود صافرة لمصلحة الذي سجل في شباك مونتينيري، والكرة بالرأس، وهدف أول للأهلي المصري، هدف أول للأهلي المصري بعد كرة عرضية لعبت من محمد هاني في المرمى، وبالتالي الأهلي المصري يتقدم على الهلال برأسية ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم إذن قلب الدفاع الذي سجل أول الأهداف الآن لمصلحة الأهلي المصري. شوف المحاولة الماضية، الاشتراك الماضي، وبالتالي شوف الكرة، أو كانت من علي معلول بالرأس على اللي كان يبادر بالهجوم على مرمى الهلال، وبالتالي الكرة إلى شباك العويس. نلاحظ السعادة للجمهور المية، والعويس يبعد كرة بالراس تمر، والكرة في المرمى. هدف ثاني للأهلي المصري، هدف ثاني لمصلحة الأهلي المصري، يسجل محمد هاني ثاني أهدافه في البطولة، وبالتالي الأهلي المصري يتقدم على الهلال الآن بهدفين مقابل لا شيء. 2-0 أو الكرة الماضية. نشوف الآن، شوف الكرة الماضية، شوف الكرة من محمد هاني، ثم بعد ذلك الرأسية من ياسر إبراهيم. الكرة في الشباك، هدف أهلاوي ثاني سجل عن طريق ياسر إبراهيم، ذات اللاعب الذي سجل الهدف الأول. 2-0 للأهلي المصري، والأوضاع خطأ من كريو، حذاري، والكرة إلى حارس المرمى العويس، الكرة إلى حارس المرمى العويس. كرة تلعب الآن لمتعب المفرج بلمسة إلى كويلار، سلامات إن شاء الله لي. فرصة لا تزال، الهجوم موجود، إليو ديانج. كان الفوز للأندية الآسيوية على الأفريقية. شوف اللمسات خطيرة للأهلي، خطيرة، يا ساتر يا ساتر، ما الذي يحدث في دفاع الهلال؟ الكرة موجودة الآن، عرضية تصل، والمحاولة فرنسي، وكرت أحمر ثاني. محمد كنو يترك أرضية الملعب، سيناريو غير متوقع أبدا. محمد كنو يغادر أرضية الملعب، والهلال في مأزق كبير الآن. بيريرا قبل ذلك، والآن محمد كنو على يسار، عرضية تصل خطيرة، والكرة كرة عرضية خطيرة، والكرة إلى خارج الملعب. الكرة حذاري، الكرة في الجول، الكرة في الجول. هدف ثالث للأهلي المصري، هدف ثالث للأهلي المصري. مباراة غريبة في شوطها الأول بكل صراحة. الإرهاق أثر على الهلال، مجهود الكبير اللي قدم الهلال في مباراة تشيلسي
بعد ذلك حالة الغريبة اللي كانت من ماثيوس بيريرا وحصوله على البطاقة الحمراء، ومن ثم محمد كنو الذي حصل على الكرت الأحمر. إذن إلى حد الآن ثلاثية أهلاوية في شباك الهلال. أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثالث في شباك الهلال، والأمور يبدو لي خلاص أصبحت صعبة على الهلال في مباراة اليوم. كرة ترجع الآن من الخلف، حمدي فتحي يحاول إلى معلول، والكرة إلى خارج الملعب، كرة إلى خارج الملعب. يا لهذا الهجوم الأهلاوي الكبير. جميلة، موسى ماريكا يحاول مرج يلعب كرة، محاولة موجودة، والكرة بتغطية من علي لطفي إلى خارج فتحي. تمريرات مكثفة، عمرو السولية قوية، الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لدى شحات من الجناح الأيمن. شريف والمرور ممتاز، كرة خطيرة، والكرة من العويس إلى خارج أرضية الملعب. خطأ الآن، خطأ. نشوف حكم المباراة، كارت أصفر في وجه محمد شريف. مشي الكرة إلى عمرو السولية قوية، وهدف رابع، هدف رابع للأهلي المصري في شباك العويس. والجماهير المصرية تفرح بشكل كبير جدا. رباعية في كأس العالم من أمام الهلال الذي بكل صراحة لم يقدم أي شيء في هذا اللقاء، ولا تسديدة واحدة على شباك الأهلي المصري، وبالتالي الهدف الرابع الذي يحضر في شباك العويس من مسافة بعيدة. عمرو السولية يتوج مجهوده بهدف رابع إذن في شباك الهلال. شوف الإعادة لهدف عمرو السولية، محاولة خطيرة، حذاري حذاري، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يا إلهي مش معقول. شوف الكرة الخطيرة، وهدف خامس للأهلي المصري. انتهى كل شيء. الأهلي المصري يسجل نتيجة، ولكن هنالك يبدو لي تسعة، يستغل النقص، وكرة خطيرة، والعويس يتدخل. هنالك راية وتسلل شريف، الكرة مستمرة، الشحات، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة الماضية، الكرة الماضية التي نفذت من حسين الشحات، موجود، الكرة موجودة،